وانا بقلب في الفيديوهات لقيت فيديو لاخ كده من لكنة طريقة كلامه باين عليه الصعيدي يعني. ف بيتكلم على الاهلي وبيتهجم على الاهلي بطريقة مش كويسة يعني. تعالوا نشوفه ونرجع نكمل مع بعض تاني. بعض الاهلاويه بيقول لك ايه عشان يهدد بيراميدز او فاكر الحته دي، يعني إيه هتضغط على نادي بيراميدز؟ يقول لك احنا لازم نطبقوا قانون اللعب المالي النظيف. طب اول حاجه بس عشان نفهم مع بعض يعني ايه قانون اللعب المالي النظيف. اول حاجه لازم يكون موارد النادي. ازاي موارد النادي؟ يعني حاجات املاك النادي بتدخل دخل للنادي، فالنادي يقدر يتصرف فيها. ده القانون بالظبط. القانون عايز كل حاجه تبقى تبع النادي. لك 20 مليون، تبقى ال 20 مليون دي ملك للنادي، سواء كان رعايه سواء كان شركات بتدخل فلوس للنادي، بس دي تبقى كل حاجه املاك تبع النادي، ما يجيلكش دخل من برا عشوائي. فده القانون نفسه. طب لما نيجي نطبقه مثلا على اللي بيطالب كده، الاهلي مثلا لما نيجي نطبقه عليه هنلاقوا الاهلي بسم الله ما شاء الله اول واحد مدمر القانون خالص. هتقول لي ليه؟ اقول لك تركي الشيخ دفع 250 مليون 9 ساعات. ده لعب مالي نظيف، ده هزار نظيف، دي كوميديا نظيفه. ليه؟ لانه هتقول لي رئيس شرفي ورئيس في حاجه في العالم اسمها رئيس اساسي ورئيس شرفي؟ ما فيش الكلام ده. ليه تحط الرئيس الشرفي ده؟ عشان يدعم بالفلوس بس يكون قانوني. هذه كل القصه بس. انما اللعب مالي نظيف لازم يكون موارد النادي. يعني ادي مخالفي خادف استفاد منها الاهلي. لما تجيب لي رجل شهير زي الارجاني رجل اعمال ويدعم الاهلي ويبني له استاد ويشتري له صفقات ويدعم شركه الكوره، وتيجي تقول لي لعب مالي نظيف؟ اي لعب مالي نظيف؟ انت بتهزر. بتهزر. ده راجل بيدعمك بفلوس خارجيه. ده النادي في اللعب المالي النظيف ينزل درجه رابعه فيها دي على كده. فانا بوريك اصل انت مخك زي الجزره، لازم تبقى فاهم عشان تطالب بالحاجه. ما تطالبش بحاجه تطبق تودي النادي بتاعك في شوربه ميه. ما انت تفهم الدنيا. فتيجي دلوقتي ادي اول حاجتين تمام. لما تيجي برضو تكلمني عن الدوله لما بتدعمك نفسي، لما انت بتطلب فلوس تبقى عندك ازمات بتاخد كام؟ بتاخد 360 مليون جنيه دعم. ده من وزير الرياضه. الاهلي خد 360 مليون جنيه دعم، والزمالك خد 250، والاسماعيلي خد 70. دي دعم. دعم يعني إيه؟ يعني الدولة بدها لكم دعم كده. طب ده لعب مالي نظيف؟ في اللعب مالي نظيف. فانت بتطلب قانون انت اصلا لو اتطبق هيضرك انت. هتيجي تقول لي لا هيضر بيراميدز، هقول لك تمام. بيراميدز ده مالكه راجل برا مصر، حلو الكلام، ففي معه شركات ومعه املاك، هيحول اسمها بس على الورق النادي بيراميدز، الاسم نادي بيراميدز. تمام. فهتصبح قانوني لانها دي املاك النادي. فهمت يا باشا؟ دي هتبقى املاك النادي. فاذا كان بدخل له مثلا 5 مليون دولار في السنه ولا 10 مليون دولار ولا 20 مليون دولار، هتخش له طبيعي وعلى الورق وصريحه وما فيهاش اي مخالفات. انما انت المعتمد اصلا على اللعب المالي الغير نظيف، انت المعتمد عليه اكتر حاجه. فهمت؟ فهذه القصه. هل انت عندك شركات وفلوس تدخلك مليار جنيه كاهلي؟ ما عندك شيء. فانت عايز قانون يتطبق هيضرك انت اول واحد، لان الدوله مش هتقدر تساعدك، كل الناس اللي رجال الاعمال دي مش هتقدر تجيك تاني، لانها هتتعاقب، هتتسال قانونيا. وقانونيا يعني في محكمه وفي حكومه وفي دنيا وحق كبير، فهو مش هيقدر يدخل. ففهمت انت كاهلاوي لما تطالب بحاجه ادرسها كويس بدل ما تضر ناديك فيه. كل جزر كتير خلي مخك يشتغل معانا. زي ما سمعنا كده الاخ اللي بيتكلم، الاخ اللي من لكنته باين ان هو راجل صعيدي. انا راجل صعيدي على فكرة، واتشرف ان انا صعيدي من اسيوط يعني. بس بصراحة ربنا اللي انت بتقوله ده ما يشرفش الصعايدة خالص. يعني حتى لو كنت مشجع بيراميدزاوي او مشجع زمالك، ده بافتراض ان بيراميدز ليها يعني مشجعين، او مشجع زملكاوي قلع تيشيرت الزمالك ولابس تيشيرت بيراميدز وبتدافع عن بيراميدز، فاللي انت بتقوله دون عار. عار على الصعايدة، اقسم بالله عار على الصعايدة. يعني انت بتتهم النادي الاهلي باللعب المالي الغير نظيف. انهي اللي يلعب لعب مالي غير نظيف؟ النادي اللي كل مؤسساته واصوله خاضعه للدوله ولرقابه الدوله، جهاز مركزي محاسبات ورقابه اداريه ونيابه اداريه وجمعيه عموميه، كل ده وبتتهمه انه حتى كمان يعني شفت من ضمن الهيافه بيقول لك الاهلي، انتوا عايزين تفهموني ان الاهلي بيدخل له مليار في السنه؟ اه يا حبيبي بيدخل له مليار في السنه. انت ما بتعرفش تحسب، دي مشكلتك. انت راجل جاهل ومش عارف تلم معلومات على الاهلي، دي مشكلتك، دي بتاعتك. الاهلي بيدخل له رعايات، بيدخل له بسوس،
كله اعلانات ودعايه واعلانات لعيبته طول السنه. وفلوس البطولات يا راجل ده فلوس البطولات بس لكرة القدم بس السنة اللي فاتت 10 مليون دولار. الأهلي يا حبيبي ما بيدخلوش فلوس بالمقاطف من رجال الأعمال بتاعته اللي في الإمارات، من رجل الأعمال بتاعه اللي في الإمارات. أنهي بقى يبقى لعب مالي غير نظيف؟ الفلوس اللي بتخش وأنت ما أنتش عارف مصدرها بتخش منين وجاية منين، ولا الفلوس اللي ليها سندات ببطولات برعاية ببثوث؟ يا راجل ده اللبس بتاع الأهلي، الأهلي النادي الوحيد اللي شركة اللبس بتديله فلوس عشان تلبسه. غيرنا بيروح يشتريه ويتشرطوا عليه. يعني انت يا راجل يا ابو دماغ فجلة مش عارف ان الاهلي ليه موارد؟ 4 فروع، 4 فروع لجميع الالعاب الرياضية اللي تتخيلها. يعني انا عديت لك بطولات الاهلي بس، بطولات الاهلي بس في كرة القدم. انت عار على الصعيد والله العظيم. قلت حاجتين متناقضتين في نفس الفيديو بينهم وبين بعض 3 دقايق، مفيش 3 دقايق، ده هو دقيقة وشوية، دقيقة وشوية. جابوا تركي الشيخ مسكوه رئيس شرفي، ومفيش حاجة في العالم اسمها رئيس شرفي. لا، في حاجة في العالم اسمها رئيس شرفي، انت متعرفش، دي مشكلتك، دي مشكلتك انت. وبعدين خلوه رئيس شرفي عشان يبقى المساعدات والفلوس اللي بيدفعها تبقى بشكل قانوني. وراها على طول، وراها على طول. يعني شوف ده من ضمن الغباء اللي في الدنيا اللي ربنا خلقه، والله العظيم. عشان تعرفوا ان البني ادم الجاهل اللي بيحب يجي يتكلم في حاجه هو ما عندوش علم بيها، ربنا بيزلف على لسانه الغلط. وراها على طول بيقول لك مين ملاك بيراميدز؟ رجل اعمال اماراتي، رجل اعمال اماراتي مش من البلد. هتقولوا لي ان النادي مش هو اللي بيساعد ومش هو، لا. الورق هيغير اسمه هيغير اسمه على الورق عشان يصبح الوضع قانوني. يعني انت بتتحايل على القانون يا راجل يا ابو راس فجله. يعني انت لما الاهلي حط تركي آل الشيخ رئيس شرفي، قلت عليه ده بيتحايل على القانون عشان يبقى في شكل قانوني. وانت هنا عايز تحايل على القانون، تغير بعض الشركات للملاك دي تخليها باسم بيراميدز عشان خاطر يبقى الوضع قانوني. يا اخي اتقي الله. مش عشان جاي لك داخل لك دولارين 3 ولا بتاع من الناس دي تغير ذمتك وتبيع ولاد بلدك عشان الناس دي. عيب، اتقي الله، اتقي الله.